نص شعبان هي مناسبة تحويل القبلة من بيت المقدس لبيت الله الحرام الكعبة المشرفة. المسلمين كانوا بيصلوا باتجاه بيت المقدس، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده ارتياح للصلاة باتجاه بيت المقدس، وكان نفسه قوي يصلي باتجاه الكعبة حبا وتعلقا بسيدنا إبراهيم عليه السلام. فكان قبل كل صلاة ينظر للسماء ويلتفت يمينا ويسارا بيدعي ربنا يستجيب لرغبته. وفي يوم كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد النبوي بعد صلاة الظهر، ونزل عليه الوحي سيدنا جبريل عليه السلام بقرآن يتلى إلى يوم القيامة. قال الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. صدق الله العظيم. بعدها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فرح جدا بالبشارة، وأول صلاة يصليها باتجاه الكعبة كانت صلاة العصر في المسجد النبوي الشريف. وكان في واحد من الصحابة بعد ما صلى العصر مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعرف موضوع تحويل القبلة، كان عنده مشوار على أطراف المدينة، فلما وصل لقى الناس بيصلوا العصر في مسجد بني سلمة وكانوا في التشهد الأوسط. وقف الصحابي على باب المسجد وقال لهم إنه صلى مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والوحي أمر بالصلاة باتجاه بيت الله الحرام. وقف المصلين الركعة الثالثة وقاموا بتحويل قبلتهم نحو الكعبة وتموا الصلاة. فكانت الصلاة دي الوحيدة اللي صلوها ركعتين باتجاه بيت المقدس وركعتين باتجاه الكعبة المشرفة، وسابوا القبلة القديمة زي ما هي وبنوا قبلة جديدة باتجاه الكعبة المشرفة. والمسجد اتسمى بمسجد ذو القبلتين، وهو حاليا من أشهر مساجد المدينة المنورة بعد المسجد النبوي ومسجد قباء.